السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جبت لكم فيديو جديد دائما مع المشاكل ديال الماء وديال بلومبي. فاليوم خوتي غوتوا لي واحد الناس على اساس انني غنمشي نصايب لهم واحد الجعبه ديال الماء تحت الارض. كما كتعرفوا هاد البيبان كاملين كنركبوهم حنايا في لي زابارطومون ديالنا. كما كتعرفوا هاد السيد جاب السدور باش يركب الباب. ها هو كما كتشوفوا معايا، هذا هو الباب. من بعد ما حفر باش انه غادي فيكسي هاد الدفه هادي في الارض. هادو ما كتشوفوا معايا. هادشي اللي بغيت نقول لكم باش انكم تردوا البال، سواء كنتي مول دار او لا معلم. ترد البال لهاد الامور هادي. يعني راه ما كنعرفوش يعني فين غادي يكون التيو ديال الماء ولا التيو ديال الضوء. يعني كنوقفوا تنطيحوا كيما حنا بلومبيه، كنطيحوا بزاف في هاد المشاكل هادي. انسان ما تيكونش عارف التيو، ولكن كما كنقولوا لا غالب الا الله. يعني كاين اخوتي بزاف ديال لي زاباراي اولا لي موين باش كنعرفوا الماء تحت الجليج اولا التيو ديال الضو دايز. ولكن هاد الماتيريال هادو بالنسبه لنا حنا في المغرب زعما الصراحه ديال السومه ديالهم غاليه بزاف. يعني اي حريفي يلاه كيترزق الله على وليداتو بواحد غادي مع الحال هو هذاك. يعني ما يمكنش يشري واحد لاباراي باش انه يجي يركب الباب يقلب فين كاين الضو ولا فين دايز الماء. فباش غادي يشري هذيك لاباراي يعني كتكون واحد الثمن اللي كبير بزاف، فما يقدرش مسكين يشريها. فلهذا كيحفر عليك الله، يقدر يجي مع تيو ديال الضو لا قدار الله، يقدر يوقع له مشكل كبير في الله يستر يضربوا الضو ولا شي حاجه. وكذلك الماء، وبعض المرات تيكون التيود الواد الحار راه هو اللي مشكل. يعني كتقبوا راه ما كيخرجش الماء باش تعرفوا بانك راه قستيه، ولكن الماء كيبقى يتسرب تحت الارض. ها نتوما كتشوفوا الاخوان بعد ما حفرت على التيو كنلقاها هو فين تقاس. شوفوا معايا الجعبه، هو تقاس وراه تحت هاد الجليج هذا الاخوان دايزين الجعب ديال الماء اللي داخل لي زابارطومون. وهذا هو المشكل الوحيد اللي تلقاوه حنايا في المغرب. يعني ما عندناش، ما عمرني يعني عقلت الا قليل بعد المرات اللي كنلقى يعني الناس عندهم الشيمه ديال كما كنقولوا البلان ديال الماء والبلان ديال الضوء. وبزاف د الاخوان سولوني في لي كومونتير علاش حنا في المغرب ما عندناش هاد القضيه ديال لي بلان، هاد البلانات هادو. يعني الا جاء انسان يخدم بالبلان المعلم كيطلب لك واحد الثمن اللي غالي، ولكن واخا هكاك يعني راه مزيان هذاك البلان يكون عند السيد مول الدار ديال الفونداسيون ديال الماء ديال الضوء. هادشي مهم خص يكون عند الانسان. ولكن كما كتعرفوا الشركات عندنا دائما تيخدموا بلا بلان بلا حتى شي حاجه باش كطيح لهم يعني الخدمه رخيصه. دائما هما تيقلبوا على الحاجه اللي رخيصه، لا في السلعه لا في لي ماتيغ باش كيخدموا، باش كيكون عندهم واحد الهامش ديال الربح. يعني كنقولوا باش كيربحوا بزاف. فهذاك الشيء علاش ما كيديروش البلانات. وحتى المعلم اللي غادي يقبض واحد الخدمه باش انه يخدمها بالبلان راه تيطلب الثمن. كما كتشوفوا معايا الاخوان، هذه هي الطريقه كما قلتوا لي الاخوان عزيز من وجده وسي محمد من تازا وبادر من مكناس، كاع الدراري اللي كيسولوني كيفاش كندير الطريقه باش نركب الجعبه الا يعني وقع شي مشكل بحال هكايا. هذه هي الطريقه الاخوان كيفاش ديروا، طريقه سهله باش ما كتهرسوش واحد المساحه كبيره ديال الجليج. يعني كتصايبوا غير بلاصتو تقريبا واحد 30 سنتيم على 50 سنتيم، كيمكن لك تصايبوا بلا ما تهرس واحد المساحه كبيره ديال الجليج. المهم هذه هي الطريقه الاخوان كيفاش تصايبوا الجعبه الا قستوها تحت زعما تقاسط. فهذا هو الطريقه ديالها باش تركبوها. وكذلك الاخوان نوريكم حتى في الحيط مثلا الا تقاست الشنيور ولا هذا تقبتوا يعني التيو، نوريكم الطريقه كيفاش غادي تبداو تصايبوهم. هذه الطريقه سهله، راه بزاف د الاخوان ما تيكونوا عارفينش يعني كيفاش غادي يصايبوا التيو لا ترتق لهم في الحيط ولا في الارض. فهذاك الشيء علاش جبت لكم هذا الفيديو هذا. ودرت لكم فيديو اخر الاخوان بالنسبه للناس اللي كيركبوا لي زاكسيسوارات ديال الحمام كيطيحوا في هذا المشكل بزاف. نعطيكم بحال هذا المثال هذا اللي السيد جاي يلصق واحد المشكل ديال يتقب يعني بلاصه الفوطه ولا يعلق شي حاجه كيجي مباشره مع التيو. ولكن يعني فاش جيت عند هاد الناس هادو، هذا راه فيديو اخر وناس وحدين اخرين، عرفت بان داك السيد اللي جاي يتقب تما يعني ماشي حرايفي. يعني الحرايفي دائما غادي يتبع لانستالاسيون ديال الماء منين دايزه. كما كتشوفوا معايا عندي الشوفو هنا، ضروري غادي نعرف بانه داي الماء اللافابو، غادي نكون عارف الماء منين دايز
نحاول نبعد على الجعاب فين كاينين، ما نحاولش نجي مع الجعاب مباشرة. أولا راه وريتكم في واحد الفيديو اخوتي كيفاش ندير نتقب الحيط بلا ما نطيح في التيو ولا نقيس التيو ديال الضو ولا ديال الماء. كيما سبق لي قلت لكم ملي كنكون كنتقب بالشنيور اون فوا كنشوف راسي كيخرج ليا الفتاوت حمرين ديال الياجور حمر، كنعرف بان راه ما كاين حتى شي حاجه، هذيك راه غير الياجور. ولكن ملي كنكون كنتقب بالشنيور وكنشوف كتخرج لي غير السيمه اللون ديالها كري، كنعرف بان راه كاين شي تيو ديال الضو ولا ديال الماء راه مغطي بالسيمه. فكنحاول نحول البلاصة اللي أنا فيها، أولا كنتبع البلاصة اللي جاي معاها الماء د الروبيني كنتبع، كنعرف بأن الجعاب دايزين من تمايا، كنحاول نبعد منهم ونتقب بلاصة أخرى. فلهذا كنصح موالين الدار ولا المعلمية اللي كيجيو يتقبوا لي زاكسيسوار دائما جيبوا واحد الصنايعي اللي يكون كيعرف هاد المسائل هادي. نعطيكم مثال، كاين شي انسان كيكون صايب حمام على شهوتو زويون، وكتجي انت تركب له لي زاكسيسوار ومن بعد كتجي في التيو نيشان، فغادي خصك تهرس الحمام كامل وتضيع له داك الشيء. فلهذا كنقول مول الدار ولا المعلم، وخاصه موالين الديور هما اللي كيوقعوا في هذا المشكل، يجيبوا واحد الحرفي اللي تيكون عنده خبره وتجربه في هذا الشيء ويركب له لي زاكسيسوار يعني بدون خسائر. هذه هي الطريقه الاخوان اللي قلتوا لي سعيد ومصطفى وابراهيم، كيفاش نديروا نركبوا التيو نصلحوا المشكل بلا ما نحفروا واحد المساحه كبيره باش نديروا مونشو. يعني المعلميه انا كنهضر معاهم بمونشو، هما راه عارفين شنو هو مونشو، هو يعني كنلاقيو القادوس بلا ما نديروا هاد الطريقه هذه ديال 4 الكودات. بزاف ديال الدراري تيقول لك راه ملي كدير 4 الكودات كتنقص البريسيون. لا الاخوه، راه ما كتنقص لا بريسيون لا حتى شي حاجه. هذه هي الطريقه السهله والمزيانه باش ما تضيعش مول الدار، حيت مول الدار ما كيعرفش شنو هو البريسيون ديال الماء ولا شنو هو سميتو عفوا. يعني خصك تصايب له المشكل وما تهرسلوش الجليج بزاف. كما كتشوفوا معايا انا هنايا حفرت جليجه وحده، ما قصت لا الفوقانيه لا اللي بجنبها لا اللي في تحتها، يعني ما قصتهمش نهائيا، حيت جليجه وحده وقدرت نحفر جهه الجار. يعني حفرت لي حيت الحيط دوبل كروازو. مازال كون كان من اللور ما كاين حتى شي حاجه كنت غادي نحفر من اللور بلا ما نقيس الجليج، وانما من اللور كاين الجار. فهذه هي الطريقه اللي تندير، كنحفر كنخلي واحد المساحه فاش ندفع هذاك القادوس للور ونركب لاباراي. وفي هذه الحاله راه كنسخن هذا بوحدو حتى تيسخن، وكنعاود نسخن هذاك راه هو بوحدو، غير هو كندير العمليه بالزربه باش ما كيبردليش الجهه اللي ملي كندخل الماكينه هنا كنسخن هذا كما كتشوفوا معايا هو الاول، وعاوتاني كنخرج الماكينه وكنسخن هذا الثاني. من بعد كنرجعو كندفعو عندي لي سباس فين غندفع ونعاود نرجعو وتيدخل كما كتشوفوا معايا. هذه هي الطريقه الاخوان اللي سولتوني عليها، فانا درت لكم فيديو اليوم ان شاء الله، درت لكم فيديو باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنركبوا يعني كنصلحوا الفويت بلا ما نضيعوا الجليج بزاف. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو الاخوان، وكذلك حتى الناس اللي كيتفرجوا فيا راه كنشكركم بزاف وكنعطيكم معلومات وما كنخبى عليكم والو. فلهذا تنقول لموالين الديور الله يعطيكم الخير، دائما غتشوف شي صنايعي ولا حرفي اللي متمكن باش ما يضيعكمش في الجليج. وكذلك هذه النصيحة هذه كنعطيها للدراري بلومبية اللي كيشاهدوني في القناة وكيتبعوني، يعني أي حاجة كانت كنوريها لهم كما أنا علموني الناس، حتى أنا كنبغي نعلمكم، ماشي مشكل في سبيل الله. غير هي واحد القضية اللي بغيت نقول لكم الإخوان، دائما الجعبة بعدوها على أختها. هاد الطريقة كيفاش غادي ديروا، دائما البارد يكون بعيد على السخون، يعني بواحد سنتيم ولا سنتيم ونص باش غادي تبعدهم. دائما كتشد الطرف ديال القادوس كما شفتوني انا وكتقطعوه وكتخليوه بعيد. هاد القضيه هذه مزيانه، سواء كان سواء الا كان فويت كتسهل باش انك تبدلو دير له ليكود. ملي كيكونوا ملاصقين كيكون صعيب باش انك تصلحهم. فتنصحكم يعني ديروا ما بين واحد وواحد، تخليو دائما واحد ليسباس خاوي باش كتخدموا وانتم مرتاحين. وكذلك البارد ما يعني الجعبات السخون ما كتسخنش الماء البارد، يعني كيكونوا باعدين، كتكون الخدمه مزيانه ومتقونه وكتكون الامور مزيانه. هذه من جهه. كاين بعض الناس عاوتاني الاخوان اللي الله يهديهم، كيما دخلت عند واحد السيد كنلقى بانه التيود البوطه ملقمو بالسكوتش. فهاد القضيه الاخوان راه خطيره خطيره جدا، الله يعطيكم الخير. هذه راه ماشي خدمه صراحه. ما تشطرش على مترو ديال التيوب 1000 فرانك.
هاد الفيديو جبتكم خوتي واحد الأخطاء اللي كيديروهم بزاف ديال المعلمية، ونبغيكم حتى نتوما ما تطيحوش في نفس المشكل. هذاك الشيء علاش كندير لكم فيديوهات ونصور لكم فيديوهات باش ما تطيحوش في هذا المشكل. هاد الكوزينة الإخوان جاب مول الألمنيو باش يدير له الألمنيو في الكوزينة. مول الألمنيو ما شافش بأن كاين بلاصة الشوفو تمايا، راه هي مور الشبكة الإخوان بلاصة الشوفو. جا دار له البلاكار، ها هما كيما كتشوفوا معايا، جا دار له البلاكار هنايا بلاصة الشوفو. ها هو سدلو على أنه فين غيدار الشوفو. دابا الإخوان هنا في نظركم فين غادي نديرو الشوفو؟ يعني هو ما بقاش عنده، واش غادي يعاود يحيد هذاك البلاكار يضيع فيه؟ ما يمكنش. يقطع له هذيك الجهة غادي يجي مفروم، ما يمكنش، غادي يعيب هذاك الألمنيوم. دونك غوت عليا باش نصايب له واحد الروبيني، ومن بعد شفت هذاك الشيء بصراحه انا استغربت فاش لقيت ان مول الالومنيو سدلو على بلاصه الشوفو. فتقريبا مسكين شي عامين هو جالس بلا شوفو. فاقترحت عليه هذه الفكره ديال انني ناخذ ندير له الشوفو، ولكن نديرو له في الحمام ماشي ديال الغاز، ندير له ديال الضو. وفعلا نيت كيما شفتوا معايا انا دوزت لانستالاسيون هنايا، خديت البارد من اللافابو، وكذلك الجهه ديال السخون دوزتهم من اللافابو، درت لهم تيويات بويض. هذه نصيحه لكم الاخوان اللي كتفرجوا فيا، الدراري البلومبيه والمبتدئين اللي كتفرجوا فيا وكتعجبكم هذا الشيء ديال الضوء ديال الماء وهاد المعلومات. كنشكركم بزاف، وراه حتى هاد المعلومات نعطيهم لكم. يعني دائما في الحمام غادي ندير شي حاجه اللي تجي سوفيستيكي، يعني تجي زويونه وملائمه. يعني جليت بيض غندير دوك التيويات بيض، خليونا من هذوك الخضر ولا الزرق. وكذلك نتوما كتشوفوا معايا غادي ندير رجل لافابو، ما غاديش يبقى يبان حتى شي حاجه من التحت. والله اخوان هاد السيد عامين هو جالس بلا شوفو، يعني تحرم من الشوفو. جيت غير سبحان الله العظيم باش نركب له واحد الروبيني، كنقترح عليه قلت له، وبقينا كنجبدوا الهضره، قال لي راني جالس بلا شوفو ما عنديش فين نديرو، راه مول الالومنيوم سد عليا. فاقترحت عليه انني ندير له ديال الضو، وفعلا نيت تقبلها وشرحتها له وتقبلها وعجبو الحال. والله الا فرحه الاخوان انني اقترحت عليه هاد الفكره. وفعلا مشى شرا لي مسكين الشوفو ديال 50 يطرو، وجبتو وركبتو له هنايا في الحمام، حيت ديال الضو تيكون امن، ما تخافوا حتى من شي غيسك زعما مثلا شي حاجه. غير هو اللي تنصحكم الاخوان ما ديروش ديال الغاز وسط الحمام، البلاصه اللي كتكون مسدوده. فهو جاب لي الشوفو جانكير جديد ماركه مزيانه، كتشوفوا درت لها لي فليكسيبل. انا ركبتو له الفوق، جا صراحه شي حاجه زويونه، طلعتو له الفوق باش بقى لنا لي سباس لتحت جيت لافابو. وكتشوفوا معايا هنايا انا ركبت له البريز ديالو. ها نتوما ركبت له البريز. والله اخواني لا فرح بزاف من انني درت له هاد الشوفو هنايا. هذاك الشيء علاش الاخوان هاد النصائح راه ما يعطيهم لكم حتى شي واحد. الدراري اللي كيسولوني وكيتعلموا هاد الطريقه هذه وتبعوا الفيديو، صراحه راه تنعطيكم شي حاجه اللي مهمه ومفيده جدا، راه ما يعطيوها لكم حتى شي واحد في شي قناه اخرى. فلهذا تنقول لكم خوتي ما تنساونيش بواحد لايك وجيم وبارطاجيو هذا الفيديو، تبارطاجيو مع الاصدقاء. والله الا كاينين شباب بزاف كيقلبوا على بحال هاد الفيديوهات ما تيلقاوهمش، كيبغيو يقلبوا على راسهم يخدموا ويترزقوا الله، ولكن راه ما تيلقاوش شي واحد اللي يعطيهم شي فكره زويونه ويتعامل معاهم ويعلمهم كما علمونا ناس. حنا حتى حنا نعلموا ناس، ماشي مشكل في سبيل الله. هانتوما الناس السيده ولا عنده الماء سخون في الحمام ولا الماء سخون عنده في الكوزينه وفي لافابو. يعني شكرا بزاف خوتي، وما تنساونيش بلايك وبارطاجيو، وفيديو اخر ان شاء الله مع اخوكم ياسين بلومبي.